السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتنا خطوتك للنجاح. نرحب بكل المشتركين اللي اشتركوا معايا في القناه. وفرحتوني بزاف باشتراكاتكم بتعليقاتكم المحفزه. كما راكم تشوفوا البنات غادي نحضروا مع بعضنا هذا القريوش بكميه قليله، يعني كونتيتي صغيره، اصغر كيله للقريوش. هذه الوصفه غادي ولا هذه الكميه غادي نخرجوا منها 10 حبات كما راكم تشوفوا. تحضروهم العشويه ولا يجوكم ضياف هكا على غفله ولا. الوصفه اكيد مضمونه وناجحه 100%. انا هذه الوصفه ديجا حطيتها لكم في فيديو سابق. جاوني تعليقات بزاف على الكيل، يعني بالكيله ماشي بالميزان، وبغاو تاني كميه قليله. قلت نديرها لكم عصفورين بحجر واحد، يعني ندير لكم الوصفه بالكيل وايضا كميه صغيره. واللي تحب تضاعف المقادير اكيد تقدر تضاعف المقادير بنفس الكميه اللي عطيتها لها. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم البنات. اذا عجبكم ما تبخلونيش بلايك واشتراك في القناه طبعا فضلا وليس امرا. نبداو على بركه الله، وقبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما كتشوفوا البنات هنا جبت الكاس تاع ام وليد ونحطتها هنا في الميزان، يعني اللي تفضل دير بالميزان عندها ميزان تقدر دير بالميزان، اللي ما عندهاش تتبع الكيل. كيما هنايا هذا الكاس الاول درت فيه 150 غرام تاع فرينه. الفرينه اللي نستعملها كما كتشوفوا تاع سفينه، دائما نستعمل هذه الماركه اللي خرج بها هذه الوصفه، تخرج روعه. جربوها وعلى ضمانتي. كما كتشوفوا هنا غادي ندير في هذا الكاس الاول 150 غرام، غادي كي نقولوا غير نطوبه غير شويه كما راكم تشوفوا. هذا الكاس الاول. اما الكاس الثاني غادي ندير فيه 50 غرام، يعني المجموع الكلي تاع هذه الفرينه اللي غادي نستعملها في هذه الوصفه غادي نستعمل 200 غرام. 200 غرام من الفرينه كما كتشوفوا هنا في الميزان. 150 غرام فرينه، يعني الكاس يجي عامر كي نقولوا مطوب، يجي بومبي. هذا الكاس الاول. الكاس الثاني غادي نستعمل 50 غرام. شوفوا هنا الميزان راه صفر، غادي نزيد 50 غرام فرينه، يعني المجموع الكلي كما قلت لكم عندنا 200 غرام فرينه، ولا بالكيل كاس ونص تاع، يعني بشي نص صيح كامل. دوك تشوفوا الكميه تاع 50 غرام في الكاس. هنا يعني راني ندير بالدقه باش نوصل 200 غرام كما كتشوفوا. هذاك الغرام 1 غرام ولا زعما ما ياثرش في الوصفه، بس انا بغيت ندير نيشان 50 غرام كما كتشوفوا هنايا. تقريبا نصف الكاس. هذه هي عندنا 200 غرام فرينه ولا كاس ونص فرينه. بالنسبه للزيت هنايا عندنا هذوك الكيسان تاع حياتي، هذوك القدم تاع بكري متوفرين في الاسواق الجزائريه. هنا درت نصف الكاس. الوزن تاعه شوفوا هنا جات 32 غرام. 32 غرام تبان هنا في الميزان 32 غرام، هي نصف كاس. وغادي نزيد مارغرين دايبه. انا المارغرين اللي نستعملها صور، هنا راها دايبه وبارده. نضيف هذاك النصف اللي بقى، ندير نصف تاعه. النصف اللي بقى من الزيت ندير غير النصف تاعه، نخلو تقريبا قيمه اسبوع ما نعمروش الكاس كيما راكم تشوفوا هنايا. غادي نضيفها على ديك الفرينه ونضيفو هنايا رشه تاع ملح ورشه قل من نصف مغرف صغيره تاع لافاني، فانيليا تكون بودر. هذا البيضه هذه تنباع بالميزان ماشي تاع السكر هذه. ونضيف تقريبا نصف ملعقه صغيره خل ابيض كما وريتها لكم هنايا في الفيديو. الخل هنايا كمحسن، تقدر ديريه ولا ما ديريش عادي. بالنسبه لبعض الاسئله اللي جاوني في الفيديو السابق تاع القريوش اللي حطيته في المره السابقه،
سقسوني على خميرة الحلوى وخميرة الخبز، قلت لهم باللي ما نستعمل لا خميرة حلوى لا خميرة خبز. نأكد لكم هنا في الفيديو لا خميرة حلوى لا خميرة خبز، ما نستعملوهاش في هذا الفيديو. هنا شوفوا بالنسبة للماء، الكاس اللي عبرت به الزيت والزبدة عمرته كامل، استعملته كاع، وزدت تقريبا نصف تاعه تاني باش جمعت هذه الكميه تاع الفارينه والمكونات الباقيه. قلت لكم ما نستعمل لا خميره حلوى لا خميره خبز في هذا الاخر. كي دير ينتفخ معانا كل شيء، غادي غير بهذاك التوريق تاع المايزينا. التوريق تاع المايزينا هو اللي يخلي القريوش يتنفخ عادي. هنا لاباط البنات من الاحسن ما نجروهاش، نخلوها هنا. شوفوا زدت غير الكميه تاع الماء فوق هذاك الكاس. كما قلت لكم ما نجروش العجينه وما خلوهاش مطلوقه بزاف، نخلوها قاصحه شويه. غادي كي نخلوها ترتاح في كيس بلاستيكي، مع الوقت تخليها هذيك نص ساعه ربع ساعه، تلقيها طلقت روحها. هي من الاساس حسبي روحك خليتيها طريه. كما تشوفوا هنا راني غلفتها وخليتها ترتاح. نولو هذا الكاس هذا بغيت نعطيكم العبار تاعه في كاس تاع ام والد. يعني اللي ما عندهاش هذا الكاس هذا تستخدم غير كاس تاع ام والد. شوفوا بالمعنى هذاك الوزن تاع هذاك الكاس اللي نستعمله ولا اللي استعملته المره الاولى، يجي في كاس تاع ام والد الثلث. يعني الكاس هذاك تقسميه على 3، الثلث تاع كاس ام والد. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا بعد اللي خليت العجينه ترتاح، لاباط تاعي ما خليتهاش ترتاح بزاف باش نصور باش نكمل غادي الفيديو. خليتها تقريبا ربع ساعه بيد ما خليت الزيت يحمى. هنا اللي تخلي الزيت يحمى على خاطر الحبه اللي تخدميها تقليها مباشره، ما تخليش الحبات يبقاو لك فوق تخليهم في بلا هكا تسد فيهم، ولا تقولي تنكمل العجينه عاد نبدا نقلي فيهم. لا، الحبه اللي تشكليها ابدي تقلي فيها مباشره. كما كتشوفوا انا حليت العجينه تاعي كاع ودرت المايزينا، رشيتها بالمايزينا هذيك ماشي فارينه، وبديت نحل في العجينه. وبعد كي روليتها كما شفتوا وقسمتها على 3. يعني الفيديو راه موضح. هنا تاني الجزء من هذاك اللي قسمتهم تاني حليتها، وتاني درت المايزينا. يعني كل ما تحلي وتبغي تطبقي العجينه تاعك رشيها بالمايزينا. وتاني في هذا الفيديو البنات اني خدمت هذا القريوش كما كتشوفوا بدون آلة توريق. يعني اللي ما عندهاش آلة توريق ما يكونش عندها حجه تقول لا ما عنديش آلة توريق ما نخدمهاش، يعني ما عندكش حتى عذر. بدون آلة توريق ويخرج لك ما شاء الله، يخرج روعه. هنا نوري فيكم في السمك اللي تكون رقيقه. لازم لاباط تكون ولا الحبه تاع القريوش ما تجيش غليظه، باش كي ديريها في الزيت تتنفخ معاك وما تبقاش عجينه لداخل، يعني تجي طايبه من برا ومن الداخل فارغه كما كتشوفوا. هنا درت 5 حلات في الوسط، وبديت نخالف نرفد وحده ونخلي وحده، يعني تجي 3 منا و3 منا، وتدخلي هذوك القنوته تدخليهم. دوك تشوفوا نزيدكم حبات واحد اخرين. واللي ما فهمش الفيديو يعاود الفيديو، زعما اللي ما فهمش التشكيل طريقه التشكيل يعاود الفيديو وان شاء الله تنجح معك الوصفه. وكاين طرق بزاف تاع تشكيل حبه القريوش، كل وحده دير الحاجه اللي تعجبها واللي تخرج عليها. كما تشوفوا درت هنا 5 حلات كما قلت لكم في الوسط، ونبدا نرفد وحده ونخلي وحده. وهذوك زوج قنوات كما كتشوفوا ندخلوهم كما كتشوفوا هنا في الفيديو راه موضح. واللي هذوك القنوته هذوك اللي نضغطوا عليهم بالاصابع تاعنا باش كي نحطوا الحبه في المقله ما تنحلش معانا. كما قلت لكم البنات انا الحبه اللي راني نشكلها مانيش نحطها فوق الطابله ولا فوق البوطاجي مباشره، راني دايره الزيت يحمى. يعني نشكل حبه ونروح نحطها في المقله. دوك نوريكم ثاني كي يكون يتقلى حبات القريوش، على خاطر كنت تخليهم فوق الطابله ولا غادي كي نقولوا الريح ينشفهم من الفوق، ما يخليهمش يتنفخوا في المقله. كما كتشوفوا البنات هاد لي شيت اللي يبقونا من الحبات الواله نحلوا جزء مورسو من هذيك لاباط اللي كنا خالينها ونديروهم في الوسط ونرشوا شويه مايزينا ونعاودوا نطبقوهم. وكيما هكا تتكملي لاباط تاعك، يعني ما تخليش هذوك لي شيت يقعدوا لك حتى للتالي وينشفوا. لا، كل ما تكملي
الجزء الاول تدخليه في الجزء الثاني. وهنا البنات كما كتشوفوني نقلي فيهم، يعني تشوفوا ما استخدمنا لا خميره حلوى ولا خميره الخبز، ويجي منفخ معاكم. هذا على خاطرش استعملنا المايزينا، يعني نشاء الذره كما نقولوا لها. هنايا تعسليهم مباشره ودردي فوقهم جلجلان. انا الجلجلان نشري الابيض ونقليه يجي الطعم تاعه مليح. بالنسبه ايضا اللي قالوا لي مده الاستحفاظ وطريقه الاحتفاظ بالقريوش، انا شوفوا كي نخدم الطلبيات نخدمه منا نعسله منا نبيعه، زعما ما يبقاليش. بصح اذا كنتي عندك مناسبه وتبغي توجديه وحتى المناسبه تاعك تعسليه، قليه وخليه يبرد وديريه في بورتمونجي وغطيه عليه وخليه حتى من يجي وقت المناسبه تاعك. حمي الحسل مليح وعسليه، يعني هو يكون بارد والحسل اللي يكون حامي، ودردري فوقه الجلجلان كما كتشوفوا خرج ما شاء الله. ان شاء الله الوصفه تاني نتوما تصدق لكم وتخرج لكم احسن من اللي خرجت لي كيما هكا. كنت نحل معاكم حبه تشوفوا النتيجه اللي توصلنا لها مع بعض. هذه الكميه قلت لكم خرجت لي 10 حبات، وفي الميزان كي وزنت هادو 10 حبات خرجت لي رطل كي نقولوا 500 غرام. يعني هذه 200 غرام تخرج لك 500 غرام قريوش كما كتشوفوا. يجي طايب من الداخل من برا، خاوي من الداخل، ما يجيش كاع معجن كيما راكم، يجي مورق من الداخل. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. عفوا اذا عجبتكم البنات ما تبخلونيش بلايك واشتراك في القناه، وخلوا لي تعليقاتكم اذا جربتوا الوصفه واذا ايضا عجبتكم. اسمعوا البنات التقرميش تاع حبه القريوش كي تجي دايره مقرمش. بنتي قالت لكم مقرمش. وهنا جينا لنهاية الفيديو. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو آخر بإذن الله.